احمد سمير، الف مبروك على المباراه. مباراه جيده، ودي النهارده كنت حضرتك كابتن الفريق. بخصوص ان حضرتك النهارده كابتن الفريق يا كابتن، كان في بيان نزل من لعيبه الزمالك امس الموقع، رد حضرتك ايه؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيان ده نزل من الجهاز الفني واللعيبه كلها، كابتن عبد الواحد كابتن الفريق وكل اللعيبه، وانا وكل اللعيبه والجهاز الفني. طبعا الجهاز الفني الاول موقع الزمالك تي في، ما ينفعش نقول عليه زمالك اصلا، ما ينفعش ننتمي لنادي الزمالك باي اسم. موقع هدام وليس بناء. نادي الزمالك الحمد لله رب العالمين اول موسم ماشي بخطه كويسه، حصل طفره بقى لها سنين طويله جدا ما حصلتش، وكل ماتش يقطعوا فينا، وفي واحد دمه سخيف قوي يعني مش عارف ليه بيسخف على الموقع كل شويه، كل ماتش يعمل فيديو ويقطع في اللعيبه والالفاظ مش كويسه، ويتكلم على رموز من رموز مصر، كان كابتن احمد حسن وكابتن ابراهيم صلاح لا اي لعيب في الفرقه. كابتن احمد حسن احرز هدف النهارده، ده لا، كابتن احمد حسن غنى عن التعريف الاهداف، ما جابش اهداف او جاب اهداف. كابتن احمد حسن ده قيمه كبيره وعامل قيمه كبيره، ما ينفعش موقع زي ده بيتكلم على لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك الحمد لله رب العالمين الناس شايفه الاداء. لو انت شايف ان الناس شايفه ان نادي الزمالك بيخسر او ماشي بشكل وحش يبقى اتكلم، لكن احنا دلوقتي ما ينفعش ده شكله ناس جايه ناس معينه وناس مخصوصه. احنا ما هماش في دماغنا اصلا، والجهاز الفني واللعيبه خدوا قرار ان هم يتعاقدوا معاهم تاني، واي تصريح هينزل لاي لعيب على الموقع ده يعتبر تزوير، وانا اتخذت الاجراءات القانونيه يعني اي تصريح ينزل على هذا الموقع، اي تصريح هينزل يبقى تصريح كاذب ومزور، لان مفيش لعيبه هتتعامل مع الموقع ده ولا جهاز فني ولا لعيبه ولا اي حد من كره القدم اصلا. شكرا جزيلا.